تخيل ان صواريخ رمضان ملهاش علاقه برمضان، وان احنا بنحتفل بحاجه مش بتاعتنا اصلا. ومش انت اول واحد فكر في انه يفضي كل الصواريخ مع بعض عشان تعمل اعلى صوت، ولا اول واحد قال طب ما نجرب نولعهم مره واحده. ايوه زي ما سمعت، اول ناس عملوا كده كانوا في الصين، ودي عاده قديمه عندهم من القرن التاسع الميلادي، يعني من 1000 سنه فاتوا. اكتشفوا البارود بالصدفه وهم بيعملوا تجارب كيميائيه عشان يعملوا اكسير الخلود، عملوا بومب وسمعوا صوت عالي، قالوا لا 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 لا، هو ده. الصينيين بيعتقدوا ان الانوار والاصوات العاليه بتطرد الارواح الشريره والاشباح. طب احنا برضه بنولعهم بس لاسباب تانية، عشان الجيران تشتمنا يا ولاد وفي راس السنة الصينية بيفرقعوا بومب وصواريخ. وفي العهد الفاطمي على القاهرة اتنقل لنا الموضوع ده عن طريق التجارة. بس أي حاجة ملفتة بتنور بتعمل صوت بقت جزء من الاحتفالات زي الفوانيس بالظبط. بس مش دي المشكلة، المشكلة إننا طورنا الموضوع من صاروخ لسلك مواعين. دي بقى مش بتطرد الأرواح الشريرة، دي بتطرد الحي والميت والجار اللي تحت. السؤال بقى، هل انتوا لسه بتولعوا صواريخ وانتوا كبار؟